بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده جميعا بإرسال رحمته المهداة إليهم أجمعين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حضرات السادة والسيدات، حضرة الشيخ وكيل دعد الشيخ محمد الأمين إبراهيم يس، أصحاب السماحة والفضيلة، المشايخ العلماء، ضيوفنا الكرام، أحباب الشيخ، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام معطر بأريج هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد نبي الرحمة ورسول الهدى عليه أزكى صلوات الله وسلامه. أهنئكم بهذا العيد المجيد، وأرحب بكم في مدينة الشيخ معقل الأمن والهدى، وأشكركم على شد الرحال وحمل عصا التسيار لمشاركتنا هذه الفرحة العظيمة، الفرحة برحمة الله للعالمين ومنته على المؤمنين، من كانت محبته أصلا لهذا الدين ولا دين إلا بها. فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أنه أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: عمر يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذه هي ربع عزتنا، هي الغاية التي نحن نحس خطى الأنفاس واللحظات لندركها. فليسعى كل منا إلى أن يكون من المحبة، بحيث يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: الآن يا فلان، أو الآن يا فلانة. وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها انتشلت عبدا كريما من وحل أم الخبائث، فقد شرفه الله بما أودع في قلبه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاستحق بذلك أن ينتصب الحبيب صلى الله عليه وسلم محاميا عنه، مدافعا عن عرضه أمام أصحابه. وحسبكم من عظمة شأن المحبة أنها تصل بين المحب والمحبوب برباط لا ينفصم. فقد ورد بالصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وجاء في الصحيح أيضا أن أنس بن مالك قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن كنت لا أعمل بأعمالهم. وإلى هذا المعنى يشير الشيخ إبراهيم رضي الله عنه: قصوري عن الطاعات يجبر كسره بمدح همامي، فالمحبة لي عمل. فأحببت طه المصطفى بطبيعتي، قد زاد حبيا بدا كاملا رضا،
وأحببته ما دمت حيا وإنني لي الحب حتى يمسي الجفن مغمضا. أيها الجمع الكريم، أيها الأحباب، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا على مائدة المحبة في عيد المحبة، فعليها نجتمع هنا من أغراق شتى وقبائل شتى وأقطار شتى، لا نسب يجمعنا إلا نسب محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأعظم به من نسب وسبب. ونحن هنا إذ نلتقي على مائدته لتدارس سيرته الشريفة واستذكار شمائله المنيفة والتعبير عن الفرح به، فإننا لا نأتي بجديد ولا نحدث في الدين ما ليس منه. لقد احتفل الكون كله قبلنا بمقدم هذا الضيف العظيم المبجل الكريم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد احتفلت به السماء وأهلها حين منعوا الجن والشياطين من التطفل على خبرهم، فنصبوا لحراسة أبواب السماء شهبا تنتظر كل مسترق للسمع. احتفلت النار حتى ترمز للجلال، فخمدت أدبا وإرغاما لمن كانوا يعبدونها من دون الله. واحتفل الماء حين غاضت مياه بحيرة تساوى تبكيتا لمن كانوا يسيئون استخدام نعمة الماء. واحتفلت الحجارة حين أرغمت أنف الأصنام التي كانت تنصب للشرك، فانتكست خجلا من قدوم مصباح الهدى وشمس توحيد الله ومعرفته وباب نعمته ورحمته المهداة للعالمين. إننا نحتفل بذكرى هذا الحدث كما احتفلت تلك الكائنات، ونحتفل بهذه الذكرى امتثالا لأمر ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وأي فضل أعظم وأي رحمة أوسع من نبي الرحمة وشفيع الأمة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي يكون احتفالنا محبة صادقة وطاعة منضبطة بضوابط الهدي المحمدي، ولأن المحب لمن يحب مطيع، فإنني أدعو نفسي وأدعوكم بهذه المناسبة العظيمة إلى أن نتواصى بتقوى الله ومراقبته لكي نجمع بين الحسنين، فيتنور باطننا بنور محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويشرق ظاهرنا بجمال الاقتداء والتأسي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والأحوال. ومن مقتضيات ذلك أن نحذر من يشوب احتفالنا بالمولد بأي عمل غير مشروع، مثل انتهاك المحرمات واتباع الشهوات المذمومة والاختلاط بوجه غير شرعي، وذلك ما حث عليه الشيخ حيث قال في رسالة مشهورة: من أراد أن يكون معي في حالي فليسلك طريقي بالأقوال والأفعال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن، والتعطش والتشوق إلى الوصول إلى مرضات الله ورسوله. أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المطهرة الشريفة باقتحام المحرمات وترك المأمورات، فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه. اللهم إني بريء إليك مما صنع هؤلاء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وأوصي كذلك كل الأحباب أينما كانوا بوحدة الصف والتعاون والتعاضد ونبذ شتى أنواع الخلاف وكل ما يوصل إلى التباغض والتحاسد، فضرر ذلك على صاحبه أكثر من ضرره على غيره. فأهل الله هم الأصفياء مع الله في معاملتهم وقلوبهم، فلا يرضون أن يرى الله من قلوبهم سوى ما يرضيه ويرضي حبيبه صلى الله عليه وسلم. وأساس ذلك صفاء ونقاء القلب تجاه الإخوة بالفيضة والإخوة بالطريقة والإخوة في الدين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحبابنا أحباب الشيخ أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيب لي في هذا المقام وهو مقام حمد وشكر ونصح أن أجدد الحمد لمستحق الحمد على ما أولى بلدنا هذا وسائر بلداننا من آلائه التي لا تعد ولا تحصى، ومننه التي لا تحد ولا تستقصى، ومنها أن جعل السنغال بمدينة الشيخ التي نحن فيها وبمدن الإشعاع الروحي الأخرى مشرقا
من مشارق الأنوار وقلعة عظيمة من قلاع الملة الحنيفة السمحة، وهذا مقام شكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتوجه فيه بالتحية لحكومة السنغال لما ألفته من تعظيم حرمات الله، والشكر موصول بشكل خاص إلى السيد الرئيس ماكي سال جزاه الله خيرا ووفقه لما يحب ويرضى، والشكر لكل قادة الرأي من مشايخ الطرق المتصوفة العلماء العاملين والجماعات الإسلامية والسياسيين بمختلف توجهاتهم والفاعلين الاجتماعيين على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة شعبهم ووطنهم، وندعوهم جميعا بالمناسبة إلى الاتحاد بالمصالحة بين السياسة والأخلاق، وذلك باحترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السامية ومثله العالية. وأود أن أتوجه كذلك بالتحية والشكر إلى دول الجوار وسائر دول المنطقة والعبور التي سهلت مرور الزوار ليصلوا إلينا معززين مكرمين، وهي فرصة للترحيب بجميع وفود الأحباب القادمين من دول الجوار، في مقدمتها نيجيريا، موريتانيا، غامبيا، غينيا، مالي، والجزائر، والسودان، وكاميرون، وتشاد، وإنجلترا، وأمريكا، وبوركينا فاسو، وفرنسا، وغينيا، ومن دول أخرى كثيرة. لهؤلاء الأحباب الذين حضروا معنا ولأولئك الذين حبسهم العذر أقول مرحبا بكم جميعا، فالدار داركم والبيت بيتكم وسويداء القلب منا وحط رحالكم. تقبل الله زيارتكم ولا ضاعت أقدامكم، ولا بد من كل إخوتنا في الدعوة والذب عن بيضة الإسلام. عسى الله أن يجازي الملك محمد السادس ويوفقه ويعينه على ما فيه الخير للإسلام والمسلمين، كما أن الشكر موصول بأسماء معانيه لإخوتنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا لما لمسنا منهم من تقدير واحترام وتعاون على أمر أمتنا الإسلامية، وخاصة الإخوة في وزارة الأوقاف ورابطة العالم الإسلامي لما جسدوه من الحرص على توطيد عرى الأخوة معنا بالإسلام، ووثقوه بما وقعوا معنا من اتفاقيات في سبيل ذلك تحت إشراف وتوجهات ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان جزاهم الله خيرا ووفقهما وسدد خطاهما. وأود أن أغتنم هذه المناسبة ليدعو جميع الأحباب وكل المسلمين إلى بذل قصارى الجهد في سبيل نصرة القدس ومؤازرة إخوتنا في بيت المقدس وإكناف بيت المقدس، لتظل قضيتهم قضية حية في نفوس المسلمين حتى يأذن الله بتحرير أولى القبلتين وسائر الحرمين الشريفين من أيدي الغاصبين المحتلين. أحباب الشيخ، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من واجبنا جميعا أن نستلهم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونتأسى بهديه ونبذل أقصى جهودنا في سبيل إشاعة جو الإخاء وبسط رداء السلام في شتى أوطان الأمة، وخصوصا في مناطق النزاع بين الإخوة في الدين أو الوطن، حتى نضمد جراحنا ونلم شملنا ونستعيد قوتنا ونعيد أمتنا إلى سالف مجدها لتقر بنا عين نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لذلك إلا بالعيش مع صاحب هذه الذكرى وهذا العيد والتخلق بأخلاقه، حتى يكون كل واحد منا يجعل حياته صورة مصغرة من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا أنهي كلمتي دون إشارة إلى بعض المشاكل المحلية التي تتمحور فيما يلي. إن البلاد تقدم على مشارف موسم الحصاد الزراعي لهذه السنة بعد جهد جهيد من السادة المزارعين، وندرك يقينا أن السلطات الحاكمة للبلاد تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة، وتبذل جهودا مضنية وجبارة لمساعدة هذا القطاع المهم في اقتصاد الوطن وهذه الشريحة العريضة ممن ينشطون من الشعب السنغالي بإصلاح الأراضي وزراعتها، وهم يشكلون نسبة مقدرة في سوق العمل السنغالية ويسهمون بشكل مباشر
في تنشيط الحالة الاقتصادية للبلاد والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للوطن وللمواطنين، وعليه ندعو السلطات إلى بذل مزيد من الجهد في العناية بهذا الموسم الحصادي الذي يعلق عليه المزارعون آمالا كبيرة، كما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحرث والنسل ويديم نعمه علينا ظاهرة وباطنة، ويلهمنا شكر آلائه ونعمائه حتى يكون مردوده رابحا ومفيدا لهذه الشريحة المقدرة ولسائر أبناء هذا الشعب الكريم المعطاء، حتى يتسنى له سد باب الهجرة غير الشرعية والارتماء إلى أحضان المجهول وما فيها من أخطار جسيمة على النفس والمال من خيرة شباب هذا الوطن، ولا سبيل للسلامة من هذه الأخطار المحدقة والحفاظ على كرامة الإنسان بضمان عيش له ولمن يعول إلا بالعودة إلى إحياء وإصلاح الأراضي والعناية بها. الحالة السياسية والاجتماعية المشحونة حاليا بالساحة الداخلية قد بلغت أوجها، والبلد يقبل على استحقاقات سياسية مهمة تتطلب منا معشر السنغاليين الغيورين على بلادهم الدعوة إلى التكاتف والعمل لأجل الاستقرار وسلامة هذا الوطن الغالي علينا جميعا، والزود عن حماه والحفاظ على مقدراته وعلى الإنجازات الدينية والاجتماعية والسياسية السلمية والتي حققها عبر تاريخه المجيد. توجه أكثر من 4 ملايين من أبنائنا وبناتنا إلى قاعات الدرس هذه الأيام التي تشهد فيها البلاد انطلاقة السنة الدراسية مع صعوبات جمة في نقص الحاد للكادر التعليمي الجيد والبنيات التحتية اللازمة للمؤسسات التعليمية، وإن شهدت طفرات مقدرة بفضل مجهودات الحكومة، إلا أنها في حاجة ماسة إلى عناية خاصة، لأنها يتوقف عليها مستقبل شباب هذا الوطن بالتربية والأخلاق، خاصة القيم الدينية التي نحن في أشد ما نكون من الاحتياج إليها قبل التعليم والتكوين المهني في تخريج جيل عالم ومثقف ومهني يستجيب للازم من متطلبات العرض والطلب للسوق تلبية للاحتياجات الضرورية لبناء وتنمية الوطن. الكوارث الطبيعية ممثلة في الفيضانات التي تعرض لها بعض مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة المسجلة خريف هذه السنة، وهي في الحقيقة نعمة عظيمة من نعم الله علينا، نسأل الله لا يحولها إلى نقمة تضيق بها حياة العباد، وندعو السلطات إلى مزيد من الوقوف مع المتضررين وإغاثتهم ومد يد العون لهم، وكل من له القدرة على إغاثتهم فهي مسؤولية علينا جميعا وثوابها من الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن صانع المعروف إغاثة الملهوف. غلاء أسعار المواد المعيشة بصورة فاحشة وضيق ذات اليد لشريحة واسعة من الشعب، وإنه لا يخفى علينا حرص واهتمام الحكومة المنصوبة مؤخرا في وضع مواجهة الغلاء الفاحش ومحاولة تخفيف الأعباء المعيشية على كاهل هذا الشعب المعتاء المجد في تحصيل قوت يومه والمشاركة في بناء تنمية وطنه في مقدمة مهمتها وأولوياتها الكبرى، مجاراة مع مقتضيات العصر الحاضر ورغبة منا في تجديد علاقة الحضرة مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الإسلامية العالمية لمزيد من الفعالية في إطار العمل الإسلامي المشترك، وعملا بقول مولانا الشيخ أحمد التياني بسير زمانك سر، قررنا إحياء اتحاد الإسلام الإفريقي الذي قام بتأسيسه مولانا فضيلة الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه وأرضاه في بداية السبعينات من القرن الماضي، والقصد من تفعيل هذا الاتحاد المذكور في وقتنا الحاضر هو السير على خطى مؤسسه وخلفائه الكرام والاقتداء به وبهم رضي الله عنهم، والاستعداد التام لما نستقبله من أعمال علمية وثقافية واجتماعية. والاتحاد المذكور جمعية تهدف
منذ إنشائها إلى خدمة الإسلام في إفريقيا وبالأخص في السنغال، وإلى تسهيل سبل التقارب بين المسلمين في جميع دول العالم، وتقوم بتشجيع التعليم الديني لمسلمي القارة وتكوينهم من أجل غرس روح التفاهم والوفاق والتعاون بين أفراد الأمة الإسلامية كما ورد في النظام الأساسي لها. والجدير بالذكر أن هذا الاتحاد جمعية تحمل طابعا تربويا وتعليميا وثقافيا محضا، ومقرها مدينة كولخ المحروسة من كل سوء بإذن ربها. فإعادة هذه الأهداف السامية وتحقيقها أصبحت من الضروريات الملحة نظرا لما جد ويجد من أحداث مواكبة لهذا العصر الراهن. وبعد مشاورة مع السلطات المعنية وأصحاب السعادة والسماحة من أعيان هذه المدينة وكثير من المنتمين لهذه الحضارة من مختلف الدول، وبعد أن حملت مسؤولية الرئاسة العامة للاتحاد كوني خليفة لهذه الحضارة، يتحتم علينا إعلامكم بأنه أولا تم اتخاذ قرار على اختيار الأشخاص الآتية أسماءهم أعداء في مجلس إدارته: إمام الشيخ تيجاني علي سيسي إمام مسجد الجامع نائبا لرئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي، شيخ محمد الأمين إبراهيم يس نائبا لرئيس، الشيخ محمد القريشي شيخ إبراهيم عضوا في المجلس الإداري، الأمين العام لاتحاد مجالس برلمانات دول الأعداء بمنظمة التعاون الإسلامي، شيخ محمد عبد الملك شيخ إبراهيم يس المشرف العام على جائزة الشيخ إبراهيم لحفظ وتجويد القرآن الكريم. كما تم اختيار ابننا البار السيد أستاذ بابكر عمر نيان أمينا عاما للاتحاد الإسلامي الإفريقي يدير مكتب أمانته العامة، وأعداء متعاونون معه. وسوف يتم الإعلان عن أعداء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد المذكور والهيئات التابعة له خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد التشاور مع المعنيين بالأمر إن شاء الله. ثانيا، قد اتخذنا قرار إطلاق إدارة أعمال الكبرى لمجتمعنا هذه الحضرة الإبراهيمية الكبرى من حيث نسبة النسمة، وتزداد زوارها في جميع المواسم الدينية على مدار السنة، ولم تعد تتحمل بنياتها التحتية ومرافقها العامة أعداد الضيوف الوافدة إليها من جميع أنحاء العالم، ومن أجل تزويدها ببنيات تحتية حديثة معاصرة وجديرة بمستواها. الشيخ إبراهيم رضي الله عنه عنا به وأرضاه. ولإنجاح هذه المشاريع قررنا تعيين السيد إبراهيم يس بايسيس معروف بايسيس رئيس شركة سيسكو مسؤولا عن أعمال والمشاريع الكبرى للحضرة، وممنعه من المعاونين من أبناء هذه الحضرة من الخبراء والمتخصصين ومن يراه مناسبا لإنجاز هذه المهمة، ذلك لأجل التعاون في تنمية وتعمير مجتمعنا. وقد فوضنا إليهم تنفيذ الخطط ودراسات وكافة الخطوات اللازمة لتحقيق مشاريعنا، ولذلك أتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في هذه المهام النبيلة، ويشجعهم على المثابرة على العمل في خدمة مجتمعهم وأبناء وطنهم. هذا والله نسأل في هذه الليلة المباركة وبحق هذه الذكرى العطرة أن يغمر قلوبنا وقلوبكم جميعا بمحبته ومحبة حبيبه وبمراقبته، وأن يستعمل جوارحنا وجوارحكم في طاعته، وأن يبارك فينا وفيكم ويغدق علينا وعليكم من الخيرات والنفحات والفتوحات الحسية والمعنوية، وأن يحقن دماء المسلمين ويفرج كروبهم ويلم شعثهم، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويقلع فيه العصاة عن المعاصي، وأن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يكلل سائر مساعينا بالنجاح التام ويتقبلها منا قبولا حسنا، ويجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. والله نسأل أن يجمع شملنا بكم عاما بعد عام على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسان حالنا قول الشيخ: ما قد أبت خائبا من ربي، بل كلما أبت شكرت أوبي. هذا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم. الشيخ محمد الماحي يس خليفة صاحب الفائدة رئيس العام للاتحاد الإسلامي الإفريقي.